أهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا كلكم بخير. قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى تخبطوا لايك وتضغطوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتشتركوا في القناة بتاعتي. الفنان إسماعيل ياسين اللي جرأته وعفويته دمرت حياته. انتوا تعرفوا إن الفنان إسماعيل ياسين دخل مستشفى الأمراض العقلية بسبب نكتة قالها للملك فاروق؟ أيوة، هو ده اللي حصل، ويا ريته اتعلم من غلطته. ده كمان بعدها بفترة غلط نفس الغلط بس مع الرئيس جمال عبد الناصر. تعالوا نشوف الحكاية. سنة 1950 اتعمل حفل خيري لصالح جمعية مبرة محمد علي، وتم دعوة كبار رجال السياسة في مصر، وكمان تم دعوة كبار الفنانين، وكان من ضمنهم نجم شباك الكوميديا الفنان إسماعيل ياسين. أول ما بدأت فقرة إسماعيل ياسين، طلب الملك فاروق إنه يلقي عليه نكتة جديدة ما يكونش سمعها قبل كده. بدأ إسماعيل يقول له النكتة. إسماعيل ياسين خانوا التعبير ونسي إن هو بيكلم الملك فاروق، وحس كده إن هو بيكلم واحد صاحبه. فقال للملك فاروق: مرة واحد مجنون زي جلالتك كده. وقبل ما يكمل النكتة، الملك فاروق انفعل عليه جدا وقال له: أنت بتقول إيه يا مجنون أنت؟ حاول إسماعيل إنه يخرج من الموقف بأي وسيلة، فمثل إن هو أغمى عليه وسقط على الأرض علشان يهرب من عقاب الملك. فطلب الملك من طبيبه إنه يكشف عليه ويشخص حالته، وبعد ما فاق إسماعيل الدكتور قال إن عنده مرض نفسي، وتم تحويله لمستشفى الأمراض العقلية، وقعد فيها 10 أيام وبعدها خرج. إسماعيل ياسين يتعلم من أخطائه؟ للأسف ما تعلمش. القصة التانية حصلت مع الرئيس جمال عبد الناصر، ودي النكتة اللي دمرت مستقبل إسماعيل ياسين حرفيا. بدأت الحكاية لما المشير اليمني عبد الله السلال كان في رحلة علاج بمصر في مستشفى المواساة في اسكندرية، وكانت الدولة المصرية مهتمة بيه جدا ساعتها، فوفرت ليه كل سبل الراحة والرعاية. يومها طلبت المخابرات المصرية من إسماعيل ياسين إنه يزور المشير اليمني كل يوم ويلقي عليه بعض النكت علشان تحسن من حالته المزاجية، وده كان بمقابل مادي كبير جدا. وبالإضافة لكده كان في عربية بتوصل إسماعيل ياسين للمستشفى كل يوم علشان تريحه من أزمة المواصلات. وبالفعل إسماعيل ياسين راح للمشير وألقى عليه نكت كتير، بس في نكتة معينة كان كل ما يقولها إسماعيل المشير بيضحك عليها جدا، وكان بيطلب من إسماعيل إنه يقولها له مرة تانية. وكمان طلب المشير من إسماعيل إنه يكرر نفس النكتة عليه كل ما يزوره في المستشفى. إسماعيل ياسين كل يوم يزور المشير ويقول له نفس النكتة، فحس إسماعيل بالملل من تكرار نفس النكتة، فاقترح عليه إنه يسجل له النكتة ويسمعها السلال بدل ما يزوره كل يوم ويقول له على نفس النكتة. لكن المشير اليمني رفض وقال له إن النكتة كل مرة بتكون بطريقة مختلفة ومضحكة. بعد ما اتحسنت حالة السلال الصحية، خرج من المستشفى وعمل حفلة كبيرة شكر فيها إسماعيل ياسين، وأكد إن النكتة اللي كان بيسمعها منه كل يوم كان ليها دور كبير في شفائه. وهنا الناس استغربت وقالت: يا ترى إيه هي النكتة اللي كان إسماعيل ياسين بيلقيها على السلال واللي ساهمت إن حالته اتحسنت للدرجة دي؟ النكتة كانت بتقول إن كان في راجل قاعد على القهوة وبيقرأ الجريدة بشكل يومي، وخصوصا الصفحة الأولى منها، وبعدها بيرمي الجريدة على الأرض وهو غاضب جدا. فالناس اللي قاعدين في القهوة سألوه: انت ليه زعلان جدا بالشكل ده؟ وليه رميت الجريدة؟ فالراجل قال لهم انه بيقرأ صفحة الوفيات. فالناس قالوا له: بس صفحة الوفيات داخل الجريدة مش في الصفحة الأولى. فالراجل قال لهم: أنا عارف، لكن الشخص اللي في بالي مش هيتم إعلان خبر وفاته إلا في الصفحة الأولى. وهنا كانت الصدمة. الرئيس جمال عبد الناصر عرف النكتة اللي قالها إسماعيل وغضب بشدة، واعتبر النكتة دي إسقاط عليه ومعناها إن إسماعيل بيتمنى موته. ومن بعدها جمال عبد الناصر حط إسماعيل ياسين في دماغه وتم الحجر على أملاكه، وما بقاش بيمثل أدوار البطولة زي الأول أبدا، وخسر أغلب ثروته اللي جمعها على مدار سنين. والنكتة اللي كانت السبب في كل ده كان صاحبها أنيس منصور، وهو اللي قالها لإسماعيل ياسين. والكلام ده قاله الكاتب الكبير أنيس منصور بنفسه، وحكى الموضوع ده